قوارب البطاطس بالفراخ طعمها خطير وسهلة جدا ولذيذة وما بتاخدش معانا أي وقت تماما. هحضرها معاكم بأبسط طريقة، وكمان هحضر معاكم ألذ رز بالفراخ طعمه يجنن. يلا بينا ونشوف حضرنا التحفة دي ازاي. أول حاجة بجيب معايا كمية كده من البطاطس، الكمية اللي هحتاجها بغسلها كويس وبقورها كده وبشيل القلب بتاعها زي ما انتوا شايفين. نحاول واحنا بنشيل القلب بتاعها انها ما تتقطعش من تحت، ولو واحدة اتقطعت عادي يعني مفيش مشكلة، بس يعني نحاول اننا نحافظ عليهم. على زيت غزير بقى وسخن جدا، وببتدي ان انا احمر البطاطس بالشكل ده. مش هحمرها تحمير كامل، انا بس عايزاها تدبل بسيط وتاخد لون ذهبي فاتح زي ما انتوا شايفين. ونقدر نعمل الخطوة دي في الفرن اننا ندهن البطاطس من فوق ومن تحت دهنة بسيطة جدا من الزيت، ونحطهم في صينية وندخلهم الفرن ياخدوا لون ويتبالوا كده معانا، والبطاطس تطرى شوية نبتدي اننا نطلعهم. بعد ما اتحمروا معايا وخدوا اللون الذهبي الفاتح ده واستووا نص تسوية بالظبط، طلعتهم على مصفى يصفوا اي زيت زيادة فيهم. بالشكل ده كده لقيت دي بس لسه ما استوتش معايا كويس، فسبتها شوية كمان على ما احمر بقية البطاطس برضو جنبها دقيقتين 3 بس وهخرجها. هخلص كل كمية البطاطس اللي معايا بنفس الطريقة. ودلوقتي هحضر معاكم الحشوة بتاعت الفراخ. معلقة كبيرة من السمنة على النار، حطيت فيها بصلاية وفلفلاية من كل لون، ولو حابين فلفل اخضر بس زي ما تحبوا. هحطهم كده على النار لحد ما يتبلوا بسيط، مش شرط ياخدوا لون. جبت عندي صدرين من الفراخ او نص كيلو تقريبا، قطعتهم مكعبات صغيرة جدا بالشكل ده، او ممكن كمان تفرموه. نزلت بالفراخ مش بقلبها تماما، انا بس بفردها في الطاسة على اعلى درجة حرارة علشان ما تنزلش اي سوائل معايا وبعد كده تنشف وتشد معايا. بالشكل ده اول ما خدت صدمة من تحت وخدت لون بسيط، ابتديت ان انا اشوحها واقلبها. حطيت بقى عليها نص معلقة صغيرة من البابريكا والفلفل الأسود وكمان بهارات الفراخ، وما ننساش نظبط الملح، وواحدة من مرقة الدجاج، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، وربع معلقة صغيرة من الزعتر. هقلب بقى ميكس التوابل ده كده مع الفراخ والخضار، وشموا الريحة اللي تجنن. كانت ريحتها خطيرة. زودت عليهم جزراية مبشورة صغيرة، يتشوحوا بس ودقيقتين 3 على النار، وبتكون الفراخ استوت، هي اصلا متقطعه مكعبات صغيره. شوفوا مش منزله اي سوائل خالص. كده الفراخ استوت معايا وبقت تحفه. نيجي بقى للبشاميل. معلقتين من السمنه، هضيف عليهم معلقتين من الدقيق. مقدار السمنة هو مقدار الدقيق بالظبط. حطيت معلقتين من السمنة عليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهبتدي ان انا اقلبهم كده، مش هسيبهم كتير لحد ما الدقيق يعني ياخد لون. عايزة بس ريحة الدقيق تطلع معايا. هضيف عليهم 3 كوبايات ونص من اللبن البارد، وتقليب بقى مستمر علشان ما يكلكعش معانا. شوفوا بقى قد ايه البشاميل كريمي ومفهوش اي تكتلات. خطير. في الوقت ده اختياري هضيف رشة كده من الجبنة الموتزاريلا، ربع كوباية او نص كوباية او اي مقدار انتوا حابين تحطوه. دي حاجة اختيارية وممكن ما تضيفوش اصلا. وبعد كده حطيت الموتزاريلا وحطيت عليها الملح والفلفل الاسود، ومش هضيف اي حاجة تاني. في الوقت ده هسيب بقى الجبنة تسيح والبشاميل يتقل كده ويبتدي يغلي معايا. اول ما يغلي هطفي عليه النار. نحضر بقى الصلصة. حطيت معلقتين من الزيت، عليهم فصين 3 من الثوم المفروم. اول ما الثوم يطلع ريحته ويبتدي يبقى لونه ذهبي فاتح كده، هضيف عليهم كوباية من عصير الطماطم المتصفي. حطيت عليه كمون وكزبرة وبابريكا وفلفل اسود وطبعا الملح، وما ننساش معلقة صغيرة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. هسيبهم بقى يتسبكوا كده ويتقلوا بسيط زي ما انتوا شايفين. بالشكل ده كده هبتدي ان انا اطفي عليها. هجيب بقى الطماطم وهحطها في قاع الصينية بالشكل ده، وهظبطها كده، وهبتدي ان انا ارص عليها البطاطس. شايفين بقى مستوية ازاي، وفي نفس الوقت محافظة على شكلها. هرص بقى كمية البطاطس اللي معايا زي ما انتوا شايفين، يعني بصوا دي مقطوعة بس عادي جدا يعني، ولا كأننا واخدين بالنا. هنكمل رص الصينية عادي. هجيب بقى خلطة الفراخ الخطيرة دي، عايزة اقول لكم طعمها يجنن. هحشي بيها كل البطاطس زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة دي كده. هخلص حشو الفراخ وهضيف على وش كل بطاطساية معلقة كده او معلقتين من البشاميل زي ما انتوا شايفين. مش بكتر قوي، حاجة بسيطة بس كده تخلي المكونات تمسك مع بعض، وكمان بتخلي طعمها يجنن. رشة بقى كده من الجبنة الموتزاريلا على وش كل بطاطساية. وفي الوقت ده بسخن الفرن على أعلى درجة حرارة. هحطها في الشبكة اللي في النص، تقعد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة، هي كل حاجة مستوية بس عشان يتشربوا من طعم بعض. ودلوقتي بقى هحضر معاكم ألذ رز طعمه خطير.
جبت معلقة كبيرة من السمنة، حطيت عليها مكعبات من الفراخ متقطعة كده حجم كبير، يتشوحوا بس تشويحتين 3. هاضيف عليهم خلطة الرز البسمتي، طعمها يجنن وريحتها خطيرة، ومش هاحتاج إن أنا أضيف عليها أي توابل تاني ولا حتى الملح. الكيس ده بيكفي نص كيلو من الرز، باضيفه مش باضيف معاه أي حاجة تاني. جبت نص كيلو من الرز البسمتي، غسلته كويس وصفيته كويس ما نقعتوش، وضفته على الفراخ والتوابل، واديت لهم تشويحتين 3 ونزلت عليهم بالمية المغلية. هاسيبها تتشرب تماما على نار عالية، بعد كده هدي النار واغطيها، وشوفوا بقى الحلاوة. استوى وكان مفلفل وخطير، ريحته كانت قلب البيت حرفيا. الرز استوى وكمان البطاطس خرجت من الفرن. شوفولي بقى الحلاوة، شكلها يجنن. شوفوا بقى قد ايه متماسكة ومحافظة على شكلها رغم انها دايبة ومستوية وخطيرة. شوفوا اصلا شكلها ايه اللي يجنن. مش عارفة اوصف لكم طعمها وريحتها كانت عاملة ازاي. ريحتها حرفيا كانت قلب البيت، مش ناقصها اي حاجة غير رشة كده من البقدونس وتتقدم وبألف هنا. طعمها خطير. شوفوا بقى الرز مفلفل ومستوي وخطير ازاي. وهوريكم دلوقتي، بصوا البطاطس دايبة وطعمها خطير. وبس كده أكون خلصت فيديو النهاردة معاكم. أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وكالعادة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم لو جربتوا طريقتي في البطاطس وعجبتكم.